السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي مطبخ نبات. كنتمنى من الله هذا الفيديو يلقاكم في صحة جيدة وانتم كتشاهدوه ان شاء الله. عيدكم مبارك سعيد بالرزق والصحة والسلامة ان شاء الله. كما شفتوا معايا اليوم ان شاء الله جبت لكم طريقة تحضير الصابلي اللي كيجي رائع بزاف. جاتني واحد الطلبية وقلت لي مالا ما شاركاش معاكم ان شاء الله. الصابلي ساهل وبسيط والشكل ديالو كيجي رائع والمذاق مقرمش وورد طيطب. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا، وبلا ما نطول عليكم كنتمنى الى عجبكم هذا الفيديو هذا ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، ولا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ما تنساوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقى يوصلكم دائما جديد الوصفات ان شاء الله. نبداو بطريقه التحضير بالصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. عدلت هنايا 250 غرام ديال الزبده ديال المارغرين، عدلت معاها كاس ديال العنبه ديال السكر سنيده وكاس ديال السكر كلاصي اولا طحنوا كاس ديال العنبه ديال السكر كما درت انا طحنته، وكنخلوهم كندخلوهم مع بعضياتهم حتى كيعطيونا واحد الشكل كريمي. ومن بعد كنضيفوا عليهم بجوج الكؤوس ديال الزيت، عفوا كاس ونصف ديال الزيت من قياس بكاس العنبه. غادي تجبروا المقادير في صندوق الوصف ان شاء الله. كندخلوا هذيك الزيت ديالنا مع ديك الزبده والسكر حتى كيعطيونا واحد الشكل كريمي بحال البوماد كما كتشوفوا معايا. كنحصلوا على هذا الشكل هذا، وبعد غنضيف عليهم 3 بيضات بحراره المطبخ، وكنزيدوا كنحاولوا نذوبوا هذيك الزبده ديالنا مزيان. واحسن حاجه ملي تكونوا غادي تخدموا بالزبده ديالكم تكون عندكم زبده مخرجه من الثلاجه او من النبيره من قبل. كتحاولوا تخدموهم مزيان حتى كتبقاوش تحسوا بالزبده بان باقا في يدكم، ما كتبقاوش تحسوا بها في صفه نهائيه. ودابا غادي نضيف 3 معالق كبارين من النشا، واللي ما عندوش نشا عفوا يمكن له يعوضها بدانون الفاني والشاصيه ديال الخميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. غادي نعدلوها في هذه المرحله هذه باش كتمشي لنا الخميره ديالنا وكتذوب مزيان، ما كتبقاش بالكوتال اولا شي حاجه. من الاحسن بقاو تدخلوا الخميره ديالكم في هذه المرحله هذه. ودابا غادي نضيف الدقيق بالتدريج، من الاحسن يكون نوعيه جيده ديال الحلويات باش كيجي الصابلي ديالكم ناجح معكم 100%. ما كيجيش يرطب بزاف باش كيجي مقرمش ورطيطب. من الاحسن العجينه ديالكم ما تدلقوهاش، غير جمعوا بالاصابع ديال يدكم صافي. من بعد ما جبت العجينه ديالي عبات لي كيلو ديال الدقيق، وكيختلف الدقيق على حسب النوعيه ديال الدقيق كل واحد. والعجينه كتبقى على هذا الشكل هذا، كتبقى العجينه رطبه. ضروري تبقى العجينه بحال هيدا، ما تعدلوش العجينه قاصحه حيت يقدر يتفتت معاكم. العجينه خصها تبقى رطبه مزيان. غادي نقسم العجين ديالي لقسمين، واحد غادي نخليه بنفس المذاق ديالو، وهذا غادي نضيف له 2 معالق كبارين ديال الكاكاو اولا 2 شاصيات بحال هادو ديال الكاكاو من فئه 7 غرام يعني 14 غرام، اولا 2 معلقات كبارين. وغادي نحاولوا ندخلوها فيها. الا كانت عندكم العجينه شاده في راسها بزاف غادي تزيدوا واحد 2 معلقات د الحليب ملي تكونوا غتضيفوا الكاكاو ديالكم. ودابا غادي نبقاو نطلقوا الجزء الاول، والجزء الثاني اللي عملنا له الكاكاو غادي ندخلوه للثلاجه او النبيره ونخليوه حتى نساليو الشكل الاول، عاد نجبدوا الشكل الثاني من النبيره ديالنا. غادي تطلقوا العجينه ديالكم، غادي تعاونوا هكا ببلاستيكه ولا الكاغيط ديال الطبخ، عدلوه وطلقوا واحد من التحت واحد من الفوقي، وكتطلقوا العجينه ديالكم كتطلقوها بواحد السمك اللي ما كيكونش رقيق بزاف باش الصابي ديالكم ما يتكسرش معاكم. انا اختاريت هذا المرشم هذا، وانتم يمكن لكم تعدلوا اي مرشم
كي تواجد عندكم في البيت ديالكم، اولا يمكن لكم تقطعوا غير بكاس، اولا كما قلت لكم اللي متوفر عندكم يمكن لكم تقطعوا به، ماشي ضروري اولا شرط هذا المرشم هذا. غادي نبقاو نحيدو العجينه ديالنا. يمكن لكم ملي تكونوا كتحيدوا الصابلي ديالكم تحيدوه بهذاك سباتول، حتى هي كتسهل عليكم. كما كتشوفوا معايا العجينه عندي رطبه وهشيشه بزاف، باش كيكون معكم الصابلي ناجح ان شاء الله. كما كتشوفوا السمك ديالها ماشي رقيق، عدلوهاش رقيق بزاف، حيت هي اصلا فيها الخميره، يعني غتزيد واحد شويه. غادي ندخلوها على الفران اللي يكون سخون من قبل، وشعلوا النار ديالكم غير من التحت، ما تشعلوش من الفوق بصفه نهائيه حيت ما تحتاجش نحمروه. ودغيا كيطيب، ما كيبديش شي وقت كبير في الطياب. ودابا طلقت الجزء الثاني اللي نكهته بالكاكاو، واختاريت هذا المرشم هذا اللي هو دائري. غادي نبقى نقطع حتى كنكمل العجين ديالي كامل. كما قلت لكم الصابلي ديالكم دغيا كيوجد، ما كتجيوش باش تكملوا الاولاني حتى كيكون السيني، ما كيجيوش باش تكملوا الثاني حتى كتكون الصينيه الاولانيه عفوا طابت. كما هو كما شفتوا حتى هو ما كنعدلوهش رقيق. هذه عندي كتلصق لي، هذاك الشيء علاش ما بغيتش نقطع بها. غادي نقطع بهذا واحد الغلاقه صغيره، غادي نقطع بها. يمكن لكم تقطعوا اي لامبوط هذوك ديال الكيك اللي كنديروا بهم كريمه ولا شي حاجه بحال هكا، المهم قطعوا بهم الا ما كانش عندكم متوفر. عدلت هنايا الشوكولا السوداء وضفت معاها شويه الكاوكاو، وبها غادي نلصق هاد الصابلي ديالي هذا اللي غيعطيو هذاك الكاوكاو، كيعطي واحد المذاق رائع في الشوكولات، وكيتواتر في نفس الوقت مع العجينه ديالنا اللي عدلنا فيها الكاكاو. ملي كتكونوا كتاكلوا الصابلي ديالكم كتحسوا بواحد التقرميشه في هذاك الشوكولات، كيجي رائع. اولا يمكن لكم تلصقوا بالكراميل، اولا بمربى المشمش، اولا بمربى الفراوله، يمكن لكم تلصقوا اللي كيتوفر عندكم. انا فضلت هذا الحاشو هذا كاختيار، نتوما يمكن لكم تعدلوا اللي كيتوفر عندكم كما قلت لكم. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الصابلي ديالي كامل. ومن بعد ما كملته والصابلي ديالي الشوكولات ديالو شد في راسو مزيان كما كتشوفوا، كيجي رائع. وباقي غادي نزيدو نزينوه ان شاء الله. وغادي ندوزو مع الشكل الثاني حتى هو من بعد ما طاب وبرد معايا. كما قلت لكم ما كيحتاجش يتحمر بزاف، غير شويه، كيذهب شويه من القاع ديالو، اما الوجه ديالو كما كتشوفوا كيبقى ابيض. وهذا غادي نجمعو ان شاء الله بهذا الشوكولات هذا ديال الدهن. وكما قلت لكم يمكن لكم تلصقوا باللي بغيتو نتوما، اي شوكولا بكراميل كونفيتير باللي بغيتو لصقوا. انا توفر عندي هذا الشوكولا بالحليب. دائما ملي كتكونوا كتلصقوا الصابلي ديالكم حاولوا تبقاو تختاروا فيه هذاك اللي كيكون غليظ، ولكن شي بعض منهم كيجيو رقاقين، بقاو تعدلوا واحده غليظه واحده رقيقه باش كيجيوكم في نفس السمك ديالو. كما شفتوا معايا من بعد ما كملته
كامل. كي خرجنا تبارك الله واحد الكميه اللي هي كثيره، حيتاش العجينه ديالنا قسمناها غير على جوج. نتوما يمكن لكم تقسموا العجينه ديالكم على 4 ولا على 3، تخرجوا من الشكلات اللي بغيتو. اي نوع ديال الصابلي يمكن لكم تخرجوا منه، يمكن لكم تقسموها على 4 ولا على 3، كتخرج لكم بزاف ديال الشكالات. انا قسمتها غير على جوج على حسب الطلبيه اللي جاتني. كما قلت لكم جبت الشوكولا البيضاء هنايا ذوبتها، ومن طبيعه الحال ما خصكم تزيدوا له حتى شي حاجه، خليو الشوكولاط ديالكم بلا زيت بلا حتى شي حاجه، غير الا كانت عندكم شي نوعيه اللي كيجي خاطر بزاف اللي يمكن لكم تزيدوا له شويه ديال الزيت. بعد ما عملتها غادي نعمل لهم هاد العقيقات هادو في البياض. نتوما كيبقى التزيين اختياري، هذا كاقتراح، وانتم يمكن لكم تعدلوا اللي كيتوفر واللي موجود عندكم في البيت ديالكم، يمكن لكم تعدلوه. من بعد ما كملتوا هذوك الزوائد ديال الشوكولات كنحيدوهم كاملين. ودابا قلت الثاني جبت هنايا شويه الكاوكاو والمربى المشمش، وغادي نبقى ندهن هذوك الجوانب ديال الصابلي ديالي بحال ديك الشيته، وغادي ندوز الجوانب في هذاك الكاوكاو اللي خليته غير مهرمش، ما كطحنوهش بزاف، غير كده هرمشوه في الهاشوار. هادي طريقه واضحه، كتجوزوا هذاك الشيته على الجوانب ديال الصابلي ديالكم بهذه الطريقه، وكتفندوه في الكاوكاو اولا في اللوز، اولا يمكن لكم تفندوه في اللي عندكم. انا عدلت هنايا الكاوكاو. ومن بعد ما كملت الصابلي ديالي كامل كما كتشوفوا، شتي كيفاش كيجي، كيعطي له واحد الشكل اللي هو رائع. وغادي نزينو الخطوط ديال الشوكولا، زينتهم شويه في الخطوط ديال الشوكولا البيضاء، او اللي يمكن لكم تعدلوا الشوكولا السوداء، يمكن لكم تعدلوا اي شوكولا عندكم. شوفوا كيفاش كيجي مزيون بزاف. ومن بعد ما برد وحيدت هذوك الزوائد ديال الشوكولات اللي كيكونوا عندنا في حيدوهم بشي سكين، او لا يمكن لكم تحيدوهم في الحكاكه كيزولوا بسهوله باش ما كيبقاوش هذوك الزوائد باينين. وجبت هذوك الكويغطات اللي غنعدل فيهم الصابلي ديالي. يمكن لكم تعدلوا في هذوك اللي دايرين اولا في هادو. انا جاوني هادو بحال لي صغارين شويه، داكشي علاش فضلت نعمل هذوك الكبارين. انا غادي نجمع الحلوى وغادي كامله. وتعدلوها، ما تخافوش تلصق لكم اولا شي حاجه. انا كامله غادي ننزلها على بعضياتها. عندي هنايا كيلو ونص ديال الصابلي اللي خرجت لي كيلو ونص. خرجت تبارك الله واحد الكميه اللي هي كثيره، ما كتخرجش واحد الكميه اللي قليله بزاف. ودابا كملتها كما كتشوفوا الشكل ديالو كيجي راقي بزاف ومزيون، يمكن لكم تعدلوه بكل سهوله. هنايا قلت علاش لا ما نزوقوش شويه بهذا الورد البلدي. اي اضافه كتجي مزيانه في العين، ملي كيشوف الواحد الحاجه كتزيد عجبو. وغندوز دابا باش نحضروا الشكل الثاني ديال الصابلي ديالنا.
حتى هو غادي نعدلوه في الكويغطات. وغادي نعدلوه حتى هو في الكريطينه ديالو بوحديتو. حتى هذا خرج لي حتى هو نفس الكميه ديال كيلو ونص ديال الحلوى. كميه تبارك الله ما شاء الله عليها. وغنستمر بهذه الطريقه هذه حتى نكمل التستاف ديالي كامل. كنتمنى يعجبكم وتجربوه. يمكن لكم توجدوه حتى لاخر لحظه، كيوجد بالزربه كما قلت لكم، ما كيديش شي واحد الوقت، صدقوني كيوجد بالزربه. ومن بعد ما كملت شوفوا الشكل النهائي ديالو كيفاش جا. كنتمنى يعجبكم وتجربوه ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.